بالأربعة، هم يفتحون بالثنتين لو بالأربعة. صاينا وصلنا بالجداد. يا صباح الخير والعافية على عيونكم يا غالين. اليوم أجواءنا كلش حلوة، قعدنا الصبح الشمس طالعة، الجو معتدل، لا بارد ولا حار. بما أنه احنا قضينا صار لنا أسبوعين أو أكثر أجواء جدا يعني تعبانة تعيسة بين ثلج ومطر وبرد، فالحمد لله اليوم أجواءنا حلوة. فاللي يشوف قناتنا أول مرة يشترك ويفعل الجرس على الكل، ولا تنسونا باللايك. اللايك هواي يفيد القناة ويرفعها حتى توصل للعدد كبير من المتابعين. فالتعليق حلو من ايدكم الحلوة وشير للفيديو. بعد ما قعدنا شفنا الأجواء، قمت سقيت الزرعات ملاتي لأنهم محتاجات مي، يعني مو كل يوم أسقيهن، بالأسبوع مرة، لأن جونا رطوبة فتبقى الطين مبلل. بس عندي هنا القفص الصدري، هاي الشجرة لازم يعني نشوف التراب مالتها، لأن أم المزرعة قالت لي لازم تقيسين الطين مالتها، إذا حسيتيه ناشف لازم تنطيها ماي لأن أوراقها تهدل وتذبل. وهنا عندي البلاب، هواي يعني الشجرة كلش كبرت، عندي شجرتين مال البلاب صارن كبار، فقطعت من عندهم وسويتهم بسنادين صغار. فهسه خلونا نبلش بسوالفنا، لأن هواي أسئلة اجتني وهواي شغلات البنات كتبوا لي، فراح أجاوب على إيش كم سؤالين يمكن. سألتني واحدة من البنوتات الحلوات شلون طلعتي ألمانيا وشلون حصلتي على الجنسية. حبيبتي بالنسبة طلعت ألمانيا طلعنا نهاية 2015، حنا من حال العالم طلعنا على تركيا، ومن تركيا على اليونان، ومن اليونان مشينا مذن اللي يصيحوا لهن البلقان، بلاد البلقان كلها مشيناها أو دخلنا بألمانيا. هذا العنوان يعني، أو هذا موضوع ألمانيا ووصلنا اللي يريد له فيديو خاص إن شاء الله أسوي فيديو خاص وأسولف لكم شلون وصلنا وشلون دخلنا. وبالنسبة للجنسية حبيبتي صار لي 8 سنين ماخذة جنسية عيوني الله يسمع من حلقك إن شاء الله فارج فالخير وحصل الجنسية، وأنا هسه فعلا يعني إقامة ما محصلة. فإن شاء الله أنا أحب الواحد من يتفائل لي أو يجيني فد موضوع لا إرادي أو سؤال لا إرادي، أنا من النوع اللي يتفائلون، وإن شاء الله فارج فالخير علي يا عمري وأحصل الجنسية. بس ندعي لي خليني أخذ أول شيء الإقامة والعافية بالتداريج، لأن يعني الجنسية هنا مو سهلة صعبة بألمانيا. فالمهم، فبعد ما سقينا زرعاتنا مسحنا شوية على الخفيف، لأنه لملمنا السفرة مال الريوق، مسحت الكاونتر لأن اليوم أحد لو سبت والله ما أدري سجلت هذا الفيديو، المهم لو أحد لو سبت فلملمت على السريع زين عيني، ومسحت الكاونتر، مسحت ميز الطعام، البيت نظيف ما عندي شيء لأن بالليل رتبته وعدلته. وبلشت هنا أنا أعجن، نريد نخبز شوي ناكل لنا خبزة حارة اشتهيناها على الغداء. السؤال الثاني سألتني واحدة من البنوتات الحلوات، تقول لي عندك 2 بنات انت بس، لو عندك غيرهم وليش ما عايشين وياك؟ حياتي اللي متابعني من البداية يدري أنا عندي 2 بنات وولد، وابني متزوج عمره 26 سنة، متزوج قاعد بهامبورغ بعيد عني، وبنوتي هم متزوجة صارها 5 أشهر أو 4 أشهر وقاعدة بشتوتغارت بعد عني كم ساعة، يعني مو مثل علي. وعندي تيناي هاي الصغيرونة كل عمرها 11 سنة. فهذا اللي سبب اللي تشوفوهم ما موجودين يمي، بس هم كانوا قبل يمي علشان بمدينتي، وبنونة كانت يمي، جهالي الحمد لله والشكر داير مدايري، بس بعد قسموا النصيب، كل واحد نصيبه صار بغير مكان. المهم بعد ما شفتونا غسلنا خضرتنا وعجنا خلينا العجين يختمر، اليوم سوينا مرقة طرشانة، أنا منزلتها بالقناة يعني بتفاصيلها كلها. فهسه هنا أنا سويت مختصر مقتطفات، حمست شوية بصلة، نزلت عليهم الدجاج، تردون على لحم بكيفكم الطرق أشكال وألوان، رشيت رشة زعفران عليهم. الطرشانة أنا منقعتها، هاي علاوي جاب لي إياها من هامبورغ من المحلات الإيرانية، وخليت عليها الآلوتشة وحمستهم حمسة سريعة. طبعا حمست المعجون أول شي ويا الدجاج على مود ريحة المعجون تطلع، وقلبتهم تقليبة سريعة كلهم، وخليت لهم ماي اللي غاطي، رشيت عليه ورشيت ملح وتركته يفور ويتهدر. تقدرون تسووها بيضة، مو بيضة، شنو بيضة صفرة حلوة، يعني حسب الأذواق وحسب المحافظات. فبعد ما تهدرت واستوت شوية
هنا أنا عندي نزلت اللوز عليها، تقدرون اللوز تخلوه ويا المرقة، تقدرون اللوز من تقدمون تخلوه. فطبخت التمن والمرق، وهنا أنا سويت شوربة. قلت بالليل أخاف نجي لأن نريد نطلع أنا وتينا وباردة الدنيا، ناكل لنا فد شوية شوربة. ما خلصنا بنات، وين رايحين تينا؟ شلت شوي. ماخذتينا شلت شوي، يعني مكان ما تزلج. فطبعا هسه الساعة بالأربعة، هم يفتحون بالثنتين لو بالأربعة. اليوم لأنه أحد يفتحون تالي وقت، فخلي آخذها ونروح ونتونس وتونسوا ويانا انتو هم يعني. صايرنا وصلنا بالجداد يسمعني نوصل الموسيقى. تمشينا وحدنا، هسه وصلنا اني وتينا، نريد نتمشى شوية على مود نوصل للمكان اللي نريد تتزلج بيه، بس ان شاء الله فاتحين. ما اعرف اليوم محتفلين بالشتات، اذا لحقت اراويكم الاجواء، اذا ما لحقت فعاد تعذرون. وهاي هنا أنا وصلنا، تينا جاي تاخذ حذاء ما تزلج على مود تلبسها. النفر 20 دقيقة يلعب يوروين، يعني كلش بلاش، احنا لعبنا فوق 20 دقيقة، فهواي تونست وهواي لعبت وكانت زحمة كلش هواية. طبعا هي صار فترة ما رايحة تزلج لأنه صارت أزمة كورونا أو هيجي ما كان ياخذوهم، فشافت صعوبة أول بداية، وقعت كم مرة طبعا. يلا بعدين قدرت شوية تتأقلم يعني ويا الوضع ويا الجو. وهاي بعد ما رجعنا طبعا وارتاحينا وتعشتينا وتعشينا، كنا الشوربة مالتنا هاي شوربة برغل طبعا اللي شفتوها بداية الفيديو. اشتهت تينايا تاكل حليب بالموز والمكسرات، هي طبعا ما تحب المكسرات وياه، بس أنا سويت إن أنا وأبو علي وياه مكسرات. فعندي كان الموزتين يعني استحق أن يخربن، فقلت خلي أقوم أسوي لها خطية مدام هي مشتهيته، لأنه هي ما تاكل الموز هيك ما تحبه، تحبه هيك ويا الحليب سمودي. فخليت الحليب وخليت عليه عسل وضربته ضربة خفيفة على السريع، وهنا بلشت أصبه. طبعا يخبل، وبالليل حتى تقدرون يعني تحسبوا وجبة كاملة، يعني نحسب هذا الحليب ويا الموز، لأن أنا من كنت أسوي دايت قبل كنت أتعشى قلاص كامل الحليب وموز، أخلي عليه شوية مكسرات وأشربه. فخليت عليه عندي فستق هنا مطحون، ضفت إليه ولبو عليه شوية نتقهوى زين عيني، وخليت عليه البغراج وأي نوع مكسرات عندكم تقدرون تخلون أي نوع تحبون، 5-6 أنواع يصير يعني. وخليت عليه جوزهم مطحون هنا، ووراها قدمته وشربناه مكانكم خالي، فتمنيتكم وياي. ولهنا وصلنا نهاية الفيديو. أتمنى يا ربي الفيديو عجبكم ونال رضاكم، وأشوفكم فيديو جديد، مع ألف سلامة.